تاريخ عودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. حديثي إليكم الليلة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هو حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. أسوق لكم اليوم خبر الصحابي الجليل ربيعة بن كعب رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. اليوم بإذن الله نتكلم عن صحابية جليلة، هي أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم. أمها هند بنت عوف، وهند بنت عوف هذه أنجبت 10 بنات. اسمع، زوجت بناتها المن. اسمعوا، عد معي: النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعلي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، والعباس، وحمزة رضي الله عنهم. حتى قيل أنها أكرم عجوز على وجه الأرض أصهارا، يعني رياجيل بناتها أكرم الناس. أسأل الله أن يرزق بناتنا وبنات المسلمين بالأزواج الصالحين اللي يكرمونهم ويقدرونهم قدرهم ويكونون أزواج صالحين لهم في الدنيا والآخرة. كانت أسماء بنت عميس رضي الله عنها من السابقين الأولين للإسلام، فقد أسلمت قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهاجرت رضي الله عنها مع زوجها جعفر بن أبي طالب، وكانت عروسا صغيرة، هاجرت معه إلى الحبشة، وأنجبت له في الحبشة أبناؤه عبد الله وعون ومحمد رضي الله عنهم أجمعين. وظلت رضي الله عنها مع زوجها في الحبشة إلى أن رجع جعفر رضي الله عنه ومن معه في السنة 7 للهجرة. وكان قدومهم للمدينة يوم فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري أنا بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وجلست رضي الله عنها يوم من الأيام مع حفصة أم المؤمنين بنت عمر، فدخل عليه عمر فقال: من هذه؟ قالت: أسماء. فقال رضي الله عنه: البحرية الحبشية، وكأنه يمازحها، وكأن الكلمة ما عجبتها لكنها ما تكلمت، سكت. ولم يكتفي بذلك رضي الله عنه، ولكن إيش؟ زادها شوي، قال: نحن أحق برسول الله منكم فقد هاجرنا قبلكم. فانفجرت رضي الله عنها، مثل ما يقول إخواننا المصريين: لا 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 لحد هنا وكفاية بقى. فانفجرت قائلة: كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في أرض البعداء والبغضاء، وما ذلك إلا في الله ورسوله، وأيم الله، يعني تحلف تقول والله، وأيم الله لا أذوق طعاما وشرابا حتى أذهب لرسول الله وأخبره بما قلت، ووالله لا أزيد على ذلك ولا أكذب. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا ما يقول عمر، وهذا ما يقول، وهذا ما يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنت ما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا وكذا. فصدقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما هو بأحق بي منكم، وإن له ولأصحابه هجرة، ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان. من هم أصحاب السفينة؟ مش قصتهم. أصحاب السفينة جعفر رضي الله عنه وأصحابه الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، إضافة إلى الأشعريين. الأشعريين هم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وإخوته ونفر من قومه. وش قصتهم الأشعريين؟ وش دخلهم في الهجرة؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، ثم رجع إلى قومه في اليمن. عندما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، أراد أن يهاجر من اليمن إلى المدينة، فخرج هو وإخوته ونفر من قومه، فركبوا سفينة في البحر وأخذت بهم الأمواج، وكأنهم سبحان الله تاهوا، ثم توجهوا إلى أرض الحبشة ونزلوا بأرض النجاشي، فالتقوا بجعفر رضي الله عنه وأصحابه فأقاموا عندهم. ولما أراد جعفر رضي الله عنه الهجرة هاجروا وجاءوا معه. فلما سمع أصحاب السفينة هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم أجر هجرتين، فرحوا بها فرحا عظيما. تقول أسماء رضي الله عنها: فجاءني أبو موسى رضي الله عنه ومن معه من الأشعريين أرسالا يعني على دفعات، يسألونني عن هذا الحديث: أسمعته أنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لهم: نعم. فقالوا: والله ما فرحنا بشيء من الدنيا فرحنا بهذا. أقامت رضي الله عنها مع زوجها جعفر بن أبي طالب وأبناؤها في المدينة إلى أن كانت معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه زوجها،
فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم وقد لبست أبناءها ألبستهم أجمل الثياب وطيبتهم استعدادا لاستقبال والدهم، فقد علموا أن الجيش مقبل في الطريق. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ضمهم إليه وبكى، ففزعت من ذلك وقالت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه استشهد، فوقع عليها الخبر كالصاعقة وكاد قلبها ينصدع. قال صلى الله عليه وسلم حينها: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ثم بعد ذلك خطبها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتزوجها وأنجبت له ابنه محمد. فلما أحس رضي الله عنه بدنو أجله أوصى بأن تغسله بعد موته زوجته أسماء. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه يجوز للمرأة إذا مات زوجها أن تغسله. ثم تزوجها علي رضي الله عنه وأنجبت له ابنه يحيى. ولما مات عنها علي رضي الله عنه لم تتزوج بعده إلى أن ماتت، رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.